نحطهم في ميديا كويسة ونبعدهم عن الميديا أو الوسط اللي مش كويس. يعني نخلي بالنا من أصحابهم. طب إذا كنا مجبرين على وسط مثلا في المدرسة أو كده، يبقى أنا لازم أكتر من تواجدهم في وسط مقدس، في البيت وفي الكنيسة. يمكن في البيت أهم، يعني القدوة اللي بيشوفها في البيت هي هو اللي هيعمل بيها. زي ما بابا بيعمل هيعمل. إذا شاف بابا بيصلي هيصلي، بابا عمره ما بيصلي عمره ما هيصلي. مهما الولد يقول له صلي، لكن بدل مش شايف بابا وماما بيصلوا، لا، يشوف بابا وماما بيقعدوا يقروا الإنجيل، يشوف بابا وماما في محبة ما بينهم، مش في زعيق وفي اختلافات. والطفل الصغير بيلقط كويس جدا، زي بيلقط اللغة. بيبقى شكله في حضانة مش فاهم حاجة، لكن هو بيتعلم اللغة بتاعت الأب والأم أيا كانت. فهو بيلقط الأخلاق بالقدوة، وبتتغرس فيه يعني كالنقش في الحجر. فكل اللي بيلقطه ده بيتعمل فيه. مثلا ماما بتصلي كتير يبقى أحب الصلاة. ماما بتقف قدام صورة العذراء يبقى هو تلاقيه أوتوماتيك عنده مشكلة حتى لما يكبر بيلجأ لصورة العذراء ويتشفع بيها. كل العقيدة بتتزرع فيه زي ما هو بيشوف. يعني بنروح الكنيسة نتناول تلاقيه بيحب يتناول. فلازم نزود من الوقت اللي هو بيقعده مع ربنا كتير قوي، لأن ده هيبقى الأساس اللي هيحميه لما هيكبر ويلاقي الدنيا كلها مختلفة وهو ماشي عكس التيار. إذا ما كانش عنده أساس هيبقى صعب قوي. ولو عنده أساس حتى وإن شرد سهل يرجع، عشان الأساس اللي عنده في حاجة تكلموا عليها وده طعم حلو هيشتاق يرجع له.